السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الخبر العاجل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم كل جديد. فتشهد أسعار لحوم الدجاج في المغرب خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا تزامنا مع الزيادة في أسعار المحروقات وتكاليف النقل، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والتوزيع. وأفادت معطيات حديثة أن أسعار الدجاج بلغت ما بين 20 و 23 درهما للكيلوغرام في ظل ارتفاع مصارف الأعلاف والنقل، وهو ما أثقل كاهل المستهلك المغربي. كما ساهمت الزيادات الأخيرة في أسعار الغازوال والبنزين في رفع تكلفة نقل السلع، ما أدى إلى موجة غلاء شملت عدة مواد غذائية من بينها الدجاج. وقد خلف هذا الارتفاع موجة استياء واسعة في صفوف المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم من تراجع القدرة الشرائية، واعتبروا أن الزيادات مبالغ فيها ولا تعكس فقط ارتفاع تكاليف النقل، بل ترتبط أيضا بالمضاربة وتعدد الوسطاء في السوق. كما اشتكى مواطنون من صعوبة مواكبة هذه الأسعار، خاصة مع تزامنها مع غلاء المحروقات، ما جعل الدجاج الذي كان يعتبر خيارا اقتصاديا يتحول بدوره إلى عبء إضافي على الأسر المغربية.